اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا معايا النهاردة بربع كيلو لحمة هنعمل 3 وجبات اقتصادية جميلة جدا صحية ورهيبة. جبت عندي اللحمة بتاعتي ربع كيلو، حطيت معاه 50 جرام دهون تديها نكهة وطعم جميل، وجبت عندي 3 شرايح توست، وجبت عندي بصل وهحط فيهم ملح وفلفل بس ومعلقة بابريكا. يلا بينا نعملها مع بعض ونشوف التريكات والحركات اللي فيها. جبت عندي الكبة بتاعتي، حطيت فيها البصل واحط عليها الخبز البر او الخبز الاسمر، ونبدأ نحط عليها الملح والفلفل ونديهم فرمة مع بعض، هينسجموا مع بعض وهتبقى معاكي خليط جميل جدا. نكهة البصل طلعت مع البهارات رائعة جدا ورهيبة. في الوقت ده نبدأ نضيف ربع كيلو اللحمة وبعدين نضربهم مع بعض، هيديني كيلو إلا ربع لحمة. هنشكلها مع بعض اللي هي تبقى كفتة. يلا بينا نحط كده ونشغل الكب عليهم ونفرمهم مع بعض. عايزاهم يندمجوا كده مع بعض وياخدوا ويدوا مع بعض بشكل ودي بالملح والفلفل، وتبقى نكهتهم كده جميلة واللحمة بتاعتهم تبقى بيور مع بعضها. خلاص كده انا فرمتهم وبقت جميلة اهي جدا، وبوريكم القوام بتاعتها. في الوقت ده هتحطي عليها معلقة بابريكا اللي هي الفلفل البارد عشان تديها نكهة جميلة وطعم جميل، وبتخلي طعم اللحمة معاكي رائع جدا ورهيب ويوديكي في حتة تانية خالص. خلاص كده بقى هنطلعها من قلب الكبة واوريكم قوام اللحمة بتاعتنا. عجينة الكفتة بتاعتنا رائعة جدا رهيبة، ومكوناتها جميلة ومنسجمة مع بعضها، ووجبة صحية تنفع لكل حاجة، تنفع لولادنا، مغذية ورهيبة، فيها نسبة البروتين عالية. يلا بينا نشكلها مع بعض. هنشكلها بالشكل، شكليها زي ما انت عايزة. اعملي منها كفتة، اعملي منها كفتة داود باشا، اعملي منها كفتة صوابع، اعملي منها كفتة، اعملي بيها صينية بطاطس، اعملي بيها زي ما انت عايزة. ممكن تعمليها برجر، بس انا هشكلها كفتات بجميع اشكالها، صوابع ومدورة كبيرة وكفتة صغيرة. هعمل منها 3 وجبات. الكمية دي عطتني كيلو الا ربع كفتة. هشكلهم وهوريكم التشكيلة بتاعتهم. وانت بتشكليها مش هتلزق في ايديكي، هتشكلي بصوا من غير ما احط زيت ولا اي حاجة، لانها كلها منسجمة مع بعضها بطريقة الرص اللي انا قايلالك عليه. عملت كفتة صوابع، ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تعملي بيها بطاطس، وعملت كفتة مدورة ممكن تعملي بيها كفتة داود باشا، وعملت كفتة صغيرة ممكن تحطيها في المكرونة، وممكن بعد كده تعمليها كفتة بس وتعملي بيها سندوتشات